سمو الشيخ طلال الفهد، كسبتم الانتخابات وخسرتم في معركة المنتخبات. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك على هاللقاء وأرحب بالسادة المشاهدين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحقيقة يعني الواحد يقول المنتخب الكويتي لم يقدم المستوى اللائق اللي يليق باسمه كونه بطل الخليج ولله الحمد في هذه البطولة، وهذه يعني نحن نتحمله شخصيا، حيث لم نستطع أن ننزل بطائرة المنتخب من تحليق 32 ألف قدم بعد الفوز في الخليج إلى أرض الواقع في هذه البطولة. ما يعني هناك الكثير من الأقاويل يعني الأمور اللي راح نقدر نناقشها. فكرة القدم هي فوز وخسارة، اللي ما يتقبل الخسارة ما راح يفرح بالفوز. الأداء لم يعني اليوم بس الأداء كان نوعا ما أقل من أداء مباراة الصين وأوزباكستان، لكن احنا يعني هناك نقاط كثيرة يجب أن ندرسها يعني نشوف كيفية معالجتها. في بطولة الخليج خلال 5 مباريات حققنا 7 أهداف وتلقينا هدفين. اليوم في 3 مباريات نتلقى 7 أهداف ونسجل هدف واحد. هذه يعني نقطة كبيرة يجب أن ندرسها بعناية، وإن شاء الله في القادم من الأيام إن شاء الله الأفراح تعود بإذن الله. ليش بنقول سمو الشيخ أن الأزرق في الاختبار الحقيقي، أو خلينا نقول لك في البطولة القوية، سقط أو فشل؟ يعني شوف احنا يمكن اليوم الكويت والسعودية والهند كلهم طلعوا من الدور الأول، وهذا ليس تقليلا من هذه الدول. الصين طلعت الآن وليس تقليلا. هناك فريق واحد سيفرح في هذه البطولة من 16 فريق، لكن الخروج متتابع. بطولة يعني دورة الخليج هي بطولة كبيرة فيها دول المنطقة والعراق واليمن. ما حد شارك بالرديف يا ابن الحلال. السعودية بالرديف، المنتخب الاماراتي بالرديف، العراق نص لاعبين لم ياتوا، البحرين كانوا بالرديف، وحتى افتكر يمكن الجمهور ما اتى، ما بقى احد مايا. هذا المنتخب السعودي يا ابن الحلال. المنتخب السعودي قلتوا لنا ينا بالرديف وينا بالرديف، والحين يبتوا بالفريق الاول. اشوف ما صار شيء. يعني خليكم يعني واضحين، ماكو شيء اسمه رديف واول. هناك منتخب يشارك باسم المنتخب السعودي. البركه في الموجودين، الا اذا كنتوا خايفين على اللاعبين من الاحداث في اليمن، يبقى هذول اللي جايبينهم مو عيالكم. والله ما اعرف انا يا سمو الشيخ. انا سعودي ولكن انا مذيع في قناه ابو ظبي الرياضيه. اوجه لك الاسئله سمو الشيخ واتمنى ان احصل على اجابه. لك كسعودي انا ماني يعني انا ما ادري شنو كلهم غالين، خادم الحرمين الشريفين ابناء جميعهم عليه غالين. يبقى كويس، يبقى هذا منتخبك، يبقى قول الحمد لله على كل حال. عشان تعرف السعوديه او الكويت او عمان او البحرين، في هناك دائما محاوله اخرى. ترى وصول للقمه سهل، المحافظه عليها صعبه. فانت اليوم لما تقدم مستوى، ناقشني في المستوى وفي الاداء، ناقشني في الامور الفنيه عشان اقدر ارد عليك. لا نتناقش في امور هي بعيده عن فنيه. الكويت كانت جاهزه؟ فنيه الكويت كانت جاهزه 100%. معنويا ما كانت جاهزه، وهذا خطا انا اتحمله شخصيا. طيب سمو الشيخ خليني اقول لك، انشغلتوا بالكونغرس وتركت يعني شوي تجاهلتوا المنتخب الكويتي، او نسيتوه شوي يعني؟ ما ادري يعني انا اول مره اسمع هذا. اقول لك انشغلت بالكونغرس بالانتخابات، وهالشيء خلاك تنسى او الاهتمام بالمنتخب الكويت نوعا ما، وكانت المحصله ان هي خروج بدون ولا نقطه. انا وصلت مع المنتخب الكويتي بنفس الطياره، شلون تناسيته؟ لم تناسات. اتكلم انا عن بعد، يعني الاهتمام من بعد بالكونغرس. الانتخابات كانت 6 ساعات يمكن، خذت من وقتنا 6 ساعات ونجحنا فيها ولله الحمد. جايين القادم من الايام راح تلقى شغلات حلوه. طيب نستطيع القول ان قطر كسبتكم في لعبه كره القدم وانتم كسبتوها في لعبه الانتخابات؟ لا 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 لا، هذه ما لها دخل قطر وغير قطر. لا لا لا, لا تخلونها بين دول، لا تخلونها بين دول. الاشخاص ما تمثل دول. احنا نتكلم عن انتخابات رجل مسلم عربي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تصوت له ولا لا؟ احنا صوتنا له. فلا نشغل بالنا في امور انتهت. هذه الديمقراطيه. شوف هذه المشكله اللي احنا نعيشها. نحن شعب تعودنا يعني تربينا على الديمقراطيه من صغرنا، فبالتالي نتقبل الراي والراي الاخر، نتقبل ما تخرج منه الانتخابات. هذا امر ضروري لازم نفهمه كل.
احنا تقبلنا ما خرجت من الانتخابات السابقة والحالية واللي قبلها واللي قبلها، بالعكس بصدر رحب وكلنا معاهم. احنا اتينا هنا مع المنتخب الكويتي في نفس الطائرة، وغدا ان شاء الله باذن الله تعالى سنغادر بنفس الطائرة. فنحن فريق نعمل خارج الملعب وداخل الملعب نفس الشيء. شو اللي عملتوا خارج الملعب؟ الحمد لله وايد امور تعشينا ويا بعض، ويانا الحين نقابلك نتكلم باسم الفريق، يعني امور كثيره، يعني افضل من امور من اشخاص كثيرين. شيخ خلينا نستمتع بالديمقراطيه شوي مع بعض. انت قلت في قادم الايام في اشياء احلى، يوم جبت طاري انا الاتحاد الاشياء والانتخابات، وش الشيء الحلو في قادم الايام؟ المشكله ان انت دائما تفكر عني وتجاوب عني. انا سالتك هذا قلت ان شاء الله في القادم من الايام امور احلى زي ايش؟ ان شاء الله. ما تتمنى شيء زين؟ ان شاء الله نتمنى كل شيء زين. ان شاء الله يوفقك، ولا ما تبي بعد؟ اللهم امين. بس خلاص ويوفقك. والناس شو تقول؟ تقول يعني عسى الله ياخذك في القادم من الايام؟ لا، عسى الله يوفقك. يوفقك انت يعني دائما تبحث. يوفقك ويوفق المنتخب الكويتي. الله خير. في بطوله قويه يحققها ان شاء الله كبيره، يعني زي كاس اسيا او الوصول كاس العالم. باذن الله. الله يسمع منك ان شاء الله. ان شاء الله. عموما يعني هي عشان نعرف، هي خساره جوله. نحن اشخاص ناتي لخدمه الوطن. احنا راح نمشي، اللي راح يبقى اللاعب، نحافظ على هاللاعب. الهدف القادم للاتحاد الكويتي لكرة القدم او للمنتخب الكويتي او للازرق؟ هناك الكثير من الاستحقاقات القادمه سنستعد لها ان شاء الله.